السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم، ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يومكم كله خير وفرحة وبركة وسعادة. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوناش باللايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. ان شاء الله مع بعض النهارده هنعمل جاتوه بطريقه سهله جدا. تقدري بقى من تورتيه كده تعمليها ديسكين، تعملي منهم 12 قطعه جاتوه. حلو جدا يا جماعه وسهل. سهل للناس بقى اللي بتقول التقطيع صعب شويه، لازم تبقى متجمده قوي في الفريزر. فنقول بسم الله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله، وندخل على بركه الله نبتدي الفيديو. اول حاجه يكون معانا تورتيه عاملينها ب3 بيضات، وهنحط كمان عليهم كوبايه وربع من الدقيق نخليه طبعا كويس، ونحط معلقه من البيكنج باودر، معلقه من محسن الجل، معلقه من الخل، وكمان معلقتين من النشا. نضرب ده كله في العجان ونحطه في صينيه مقاس 26 او مقاس 24، وندخله في فرن طبعا عند 180 درجه. بيقعد حوالي نص ساعه كده. بنطلعه بقى تاني يوم بنشتغل فيه، بيبقى جميل جدا معانا زي ما انتوا شايفين كده. بنضرب كريمه بقى، كوباية من الكريم جانتيه خام، عليها نص كوباية سكر، معلقتين بس الكريم، كوباية ونص من المية. نضرب كل الخليط ده، طبعا المية متلجة وفيها قطع تلج كمان. بنضرب كل الخليط ده مع بعضه، هيطلع معانا زي ما انتوا شايفين. هنحط اول ديسك نشربه بشربات خفيف خالص، ميه بسكر كده يا جماعه، يعني معلقتين سكر كده على نص كوبايه ميه، ونشرب تشريبه خفيفه لان هو بيبقى كيك معانا طري وحلو جدا. ونحط اول ديسك كده، ونحط الكريمه. لو عندك صوص كراميل او مثلا نوتيلا، تقدري تحطيها برضو فوق الكريمه. بنحط الديسك التاني، احنا بنقسمها على ديسكين، بتطلع معانا حلوه جدا وحجمها بيبقى حلو قوي. دي حاجه سهله جدا ان انت تعملي الجاتو بيها. بيبقى سهل جدا جدا ان انت تعمليه. يعني ممكن إن هو المستطيل ده، في ناس تقولك لا انا ما بعرفش اقطعه او التقطيعه بتاعتي ما بتجيش مظبوطه، لكن ده مثلثات على طول. تعملي كده الكيك علامه زائد، وبعد كده كل واحده تقسميها 3 قطع. يعني بعد ما تعمليه كده 4 تربع، كل ربع من ده تقطعيه 4 تربع. فهيطلع معانا بقى 12 قطعة جاتوه حلوة جدا زي ما شفنا كده في اول الفيديو. بعد كده هنجلسها عادي جدا كأننا بنجلس تورته. كريمة الجاتوه يا جماعة تقلوها شوية، يعني ممكن تحطوا كوباية وربع كمان من المية. وواحدة واحدة كده يبقى الكيك ده يا جماعة 3 بيضات كبار، مثلجين. كل اللي بقول عليه يبقى خارج من التلاجة طبعا ما عدا الدقيق. وكمان كوباية وربع من الدقيق المنخول، معلقتين من النشا، معلقة من الكيك شيف اللي هو البيكنج باودر، ومعلقة من محسن الجن، وطبعا فانيليا، ونص كوباية مية برضو يكون فيها قطع من التلج كده. بنضرب كل الخليط ده مع بعضه. بعد كده فرننا ساخن على درجة حرارة 180. وكمان لو في بقى حلة او طبق كده فيه مية تكون ساخنة وكده، بنحطها في قاع الفرن. بتوزع معانا الحرارة حلوة جدا. انا بشرشر كده الجناب يا جماعة. بياخد معانا حوالي نص ساعة. بنختبره كده بالستيك من النص يا جماعة، عشان ده بتبقى الحروف بتستوي قبل النص. على مجرد ما هتلاقيه استوى معانا، بنسيبه بقى، بنقفل الفرن نسيبه 5 دقايق كده. وبعد كده نطلعه ونغطيه ونسيبه لتاني يوم. او لو هتشتغلي فيه مستعجله عليه، يعني اقل ما فيها سيبيها 3 4 ساعات. انا عملت كده الجوانب بالسكرابر المشرشر، وكمان من فوق. دي بقى النوتيلا. هنعمل كده دريبات بسيطه خالص على حرف الجاتو بتاعنا. طبعا النوتيلا يا جماعه لو تقيله معاكي بتخففيها بس معلقتين زيت. يعني لو معلقتين نوتيلا كبار كده بتحطي معلقتين زيت، طبعا نوعيه كويسه. بعد كده المقطع ده معلش، بعد ما خططنا كده الشوكولاته، بنروح مسيحينها يعني على الوش، وحاطين نوتيلا بيضه كده من فوق. ونجيب السكينه طبعا في ميه سخنه ونقطع زي ما قلت لكم كده
كده خلصنا الجاتوه بتاعنا، طالع معانا يا جماعه والله تحفه، 12 قطعه جاتوه حلوه جدا. بكده بقى خلصنا وصفتنا. انتظروني بقى في وصفه جديده وفيديو جديد. اسيبكم بخير واشوفكم بخير، والسلام عليكم. دمتم في امان الله ورعايته، مع الف سلامه.